يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه ولم يدخل الجنة. رغم أنف امرئ أدرك أبويه ولم يدخل الجنة. يأتي رجل من اليمن إلى مكة ليطوف حول الكعبة وقد حمل أمه على ظهره، فجاء إلى ابن عمر قال: يا ابن عمر هل يا ترى أنني قد وفيت حقها؟ قد أتى من اليمن وقد حمل أمه على ظهره في سفر طويل ويطوف بها حول الكعبة وهي على ظهره، ثم يأتي لابن عمر يقول: يا ابن عمر هل يا ترى أني قد وفيت حقها؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: لا والله، لا والله، ولا بطلقة من طلقاتها ولا بزفرة من زفراتها. أحبتي، لما قال موسى: يا رب أرني رفيقي في الجنة، فقال الله عز وجل له: هذا رجل فاتبعه، فتبعه موسى عليه السلام، فأتى إلى رجل وقد دخل إلى بيت، ثم خرج بعدها فجاء موسى عليه السلام فوجد في ذلك البيت امرأة كبيرة في السن. قال: ماذا يصنع عندك هذا الرجل؟ فقالت: إنه ابني، كل يوم يأتي، كل يوم فينظف لي البيت ويساعدني على قضاء حاجتي. فتبعه موسى فقال للرجل: ماذا تدعو أمك؟ قال: والله لا تدعو لي إلا دعاء واحد: اللهم اجعل ابني رفيق موسى في الجنة، اللهم اجعل ابني رفيق موسى في الجنة. فقال موسى عليه السلام: وهذا موسى رفيقك في الجنة، لقد استجاب الله لدعوة أمك. أحبتي، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما فصعد الدرجة الأولى فقال: آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال: آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة ثم قال: آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله، على من أمنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءني جبريل وقال: يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه ولم يدخل الجنة. رغم أنف امرئ أدرك أبويه ولم يدخل الجنة. أحبتي، هي رسالة لمن ما زالت أمه على قيد الحياة. اعلم أنه والله ليس هناك نعمة أنعم الله